هذه العين مثل ما انتم شايفين، طبعا هذه ناس كثير يجون علشانها وهي لهم علاج، وناخذ بعض المعلومات من هذه العين. هذه هي العين مثل ما انتم شايفين. طبعا اثناء وجودي في العين قابلت احد الشباب اللي جاي يتعالج. طبعا احترم طاي ما حب يطلع بالصوره لأن لابس طق مليار كذا ومنحرج، لكن ابي اساله وش رايك بالعين؟ والله العين هذه حلوه. طبعا جيتوا علشانها؟ اي جينا عشانها، ان شاء الله فيها علاج بعد باذن الله. الله يسعدك يا رب ويطول عمرك. موقع العين مثل ما انتم شايفين، ولكن لفت انتباهي اكثر شيء عدم النظافه، انتشار الكلاب يعني بشكل ما هو طبيعي. قبل ننتقل من اهالي عين الحواس، لو كان في اهتمام من اي جهه حكوميه خلال العين اللي فيها ما شاء الله اقبال من دول الخليج ومن القريات والمجاورة لها من مراكز ومدن محافظات، كانت يعني غير. يعني الآن مثل ما أنتم شايفين الشمس العالم رايحة وجاية. طبعا احنا في النهار الحين، والله يمكن بعد المغرب يكون عليها إقبال أكثر وأكثر. لو في اهتمام كان استغلت صح. الحين بإذن الله في زيارة أحد أعيان اللي هي قرية عين حواس بإذن الله، وراح نتكلم في البداية معاهم عن العين وعن أوضاع العين. ما شاء الله يعني بيوت الدنيا مثل ما انتم شايفين. جاء يوسف الدهام سبحان سكان قرية عين الحواس، ولدت فيها وتعلمت فيها وتوظفت فيها في مدرسة عين الحواس 30 سنة تقاعد. الآن الطلبات المطلوبة من الحكومة أول شيء احنا محرومين من المدخل على القرية. لو شفت انت الطريق يمكن تطلع 4 كيلو 5 كيلو حتى تقدر ترجع البيت. هذا طلب من طلبات. ثانيا القرية تبغى شوارع اسفلت، اسفلتات قديمة يمكن 30 سنة وكانت بطريقة عشوائية. طريق خدمة بين القرى الثلاثة هذه ما فيها، فنضطر ان ندخل على الطريق الرئيسي هذا. عندنا شياب وعندنا اطفال وعندنا تسبب لنا حوادث ومشاكل كثيرة. اهتمام بالعيون، العيون هذه كبريتية وتجينا التعالج فيها من البلدية، لفتة تنظيمية للنساء. ماء الشرب احنا محرومين منه. القرى هذه ما يجينا ماء نهائي. جانا قبل 3 سنوات ماء معبينه من شارع الصيدة يمكن مالح، قلنا ما نبغى هذا، قال خلاص ما تبغونه ورجعوا. الان ما يجينا ماء شرب، نشتري معنا على الحساب. يعني ما في مياه. حتى لو الأطفال عندنا بحاجة الحديقة والمساحات موجودة، البيضاء أراضي بيضاء موجودة قريبة، ما له حديقة بين الشرطة والأمارة الحكومة ما هي لنا، ما نقدر نحط عوائلنا ونسواننا بين الشرطة والأمارة. الطرق عندنا هنا أو الطريق هذا الرئيسي، التشجير عندنا على جوانب الطريق مشجرون للدولة بمناطق كثيرة ويسقونها. احنا ما تبغى بس اغرسها وتركها، المقاريبة عندنا. بعدين المسؤولين او الخدمات عملت الان الدول العالم كلها تعمل هجره عكسيه من المدن الى الريف. احنا لو لقوا تشجيع الموظف ما عندنا اسمه صرف صحي، فعندنا بليارات ما هو زي الاول من المدن الكبيره، فنعاني من عدم وجود واي شخص يجي هنا. البلديه ممكن تامن لنا واي شخص بحقه بقيمه معينه رمزيه احسن، لان نعاني ما حد عنده يجينا وايد، ما في وايد تشوف بسرعه. هذا طلباتنا من حكومتنا. والله الله يعطيك العافيه. ان شاء الله صوتكم يوصل باذن الله. سعود يوسف الدهام سكان قرية عين حواس. نطالب مركز الزراعة المدني، ما عندنا قريب لا مركز، الحماد بعيد والقريات بعيدة. ونطالب العناية بالعيون هذه، العيون الكبريتية هذه لو كانت منطقة غير المنطقة هذه لكانت عنايتها أحسن ومنها فائدة للناس وإن يجون الناس كثير عليها وما في عناية بها. يعطيك العافية. معاي الغالي عبد الخميس، الله يحييك. الله يبقيك والمصور المبدع فايز الرضان. طبعا الشباب الله يسعدهم ويحفظهم من المبادرين ومن الداعمين والمنسقين بعد الجولة هذه. يعطيك العافية أنت اللي ما قصرت. الله يسعدكم ويعطيكم العافية. وين رايحين الحين؟ منو إن شاء الله. بإذن الله خلوكم معنا. قبل شوي كنا في عين، الحين كنا في عين ثانية. الأولى كانت الطريق الدولي، الثانية يزينها وجود القصة مثل ما أنتم شايفين. سؤال على الطاير،
سؤال عطايد يقول لو كانت في مكان غير الموقع هذا هل راح تكون بالشكل هذا ولا يكون لها استغلال ثاني؟ هذا ما أسفي مثل ما أنتم شايفين. طبعا قام في أحد المواطنين من ادهام الله يجزاه بالجنة. طبعا السبيل الكل من مرة يكون هنا المتجه. موقع طبعا مقابل العين، العين الحواس بالضبط. هذا طبعا سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله في قرية إثرة. نحن في قرية إثرة نفتقد جميع الخدمات من جميع الدوائر الحكومية، سواء سفلتة، إنارة، نظافة، عمالة للنظافة، الطرق زي ما انتم شايفين، طرق متهالكة، سفلتة ما يقارب 35 سنة، إنارة لا يوجد إلا لمتين تولع بالنهار وتطفي بالليل. حلو، هذه لغز. في الليل ما تولع؟ يطفن بالليل. يطفن بالليل. احنا رايحين يا ابو بدر؟ الحين احنا طبعا في قرية إثرة، وهذا القصر المذهن طبعا من الآثار القديمة، الحجر الأسود. هذا قصر نبطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا الآن في قرية إثرة استكمالا للحديث اللي كان قبل شوي عن احتياجات القرية من سفلته ومن إنارة كذا نظافة. احنا الآن ندخل في قصر المذهن، وهذا قصر نبطي من الحجر الأسود، وهذا كان يعني مسكون وإلى وقت قريب جدا، لكن للأسف الشديد بعد ما استلموا السياحة واستلموا هذا، الآن القصر مشبك، لكن عرضة للتحفير وعرضة للهدم من بعض المسيئين من المواطنين للأسف الشديد، ولا هو معلم أثري يعني على مستوى المملكة مو بس على مستوى القرية. فنتمنى من المسؤولين سواء في السياحة أو في أي مرجعية أخرى إنها يعني تعطيه اهتمام بسيط جدا. هذا الآن لو نظف بشكل سليم. واستكمالا لحديثي، يعني البلد جاية على موقع على الطريق الرئيسي الدولي اللي يربط دول الخليج في دول الشام، في بلاد الشام. فلو كان المعلم هذا يعني حظي بعناية ووضع فيه مثلا مقاهي، وضع فيه الآثار هذه، حاولت أنها توجد مثلا قطع أثرية وكذا كمعلم سياحي، ممكن تستفيد منها القرية وتستفيد منها الحافظة وتستفيد منها المنطقة بشكل عام. يعني يعطي للمنطقة صدى، ويعطي للمنطقة إعلام خارجي وداخلي، سواء من السواح اللي يجون طالعين للبلاد الشام أو من بلاد الشام نفسها اللي جايين يعملون في الخليج وكذا. يستفاد منها، تستفيد منها القرية، يستفيدون منها الأهالي في الأمور اللي يعني تنفعهم في هذه القرية. لكن للأسف الشديد لحد الآن غير مستكمل في أي شيء نهائيا، وكما نرى الآن الحجارة طايحة وكذا. لفت انتباهي هالمنظر. ابو بدر، وش فيه زعلان يا ابو بدر؟ زعلان القصر مخرب من حال القصر. ها من القصر خرب. وش هذا يا ابو معاذ؟ اللوحة الإعلامية للقصر يعني بالشكل هذا، الباب مخلوع، التحفير، الأحجار كلها طايحة، يعني ما في أي اهتمام بالآثار في هذه المنطقة. بس اسمه تنهيته تكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من نشأة هذه القرى اللي هي قرية إثرة والعين وقرقر ومنور صار حماد، كلهم يصلون العيد عندنا هنا بإثرة، وهذا موقع المسجد. وللأسف إنه لا زال الوضع اللي فيه. لو شفنا هذا المنظر، هذا منظر المسجد اللي هو هنا. هذا نعم، هذا منظر المسجد، الوضع اللي هو فيه الآن متأسس إلى الآن، وهذا وضعه. فبدنا لو أنه يتغير الحال إلى أفضل من كذا بإذن الله.
طبعا أثناء الشتاء والربيع يكون في ناس أكثر من اللي موجودين الآن، يكون بالبر ويجون ويصلون معنا ويشوفون، يكون في يعني أكثر ناس. أرسلتوا طلبات؟ طبعا نتمنى من المسؤولين بالأوقاف أنهم يشوفون الوضع هذا ويصلحوا وضع المسجد. جزاهم الله خير، يعتبر من ضمن المساجد اللي لها أهمية. الله يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه معاناة من ضمن معاناة أهالي القرى، وهذه إثرة بالذات اللي هي الصبات هذه. بغينا نجي نطلع لازم نطلع تقريبا كيلو فوق ونرجع الجوع. يوم الجمعة بالذات لو شفت الناس اللي توقف سياراتها على جنب الطريق وتطلع من فوق الصبات على رجلها وتروح تصلي الجمعة وترجع. هذه لو تصورها وتشوفونها الأعداد كبيرة جدا. المطلوب اللي هو عمل نفق من تحت الاسفلت، ياخذ سيارة صغيرة، ما في داعي ياخذ تريلا أو سيارة صغيرة اللي تدخل وترجع مع بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله في قريتنا قرية بنوة. احنا بالنسبة لقرية بنوة فيها محتاجة خدمات كثيرة، لكن احنا نبغى ندور على الأهم فيها، وأهم حاجة فيها اللي هي النظافة صارت معدومة. الاسفلتات زي ما انتم شايفينها هنا قديمة وصارت متهالكة. الحاجة الثالثة الكوبري، احنا نربط بطريقين، اللي هو طريق الدولي اللي يربط دول الخليج بمثلث قطي، هذا بحاجة كوبري ما عمل له. الحاجة الثالثة بالنسبة للنظافة زي ما انت شايفة هذه لا ما يوجد عمال، وهذه شوف النظافة هذه معدومة، وأكبر دليل عليها هذا هو الموجود. بالنسبة المستوصف يداوم دوام عادي ويروح، وهذه المستوصف يخدم. بالنسبة المستوصف الآن يخدم القرى هذه كلها كاملة، ويخدم منطقة البادية اللي هي منطقة الشامة، لكن للأسف يداوم دوام عادي ويروح. بعد الدوام يضطر المريض انه يروح للقريات، لو على حبة بنادول رايح يروح للقريات، لو على اي حاجة يحتاجها ما يقدر، خلص المستوصف سكر ما عاد فيها. الحاجة الأهم اللي هي القرى بحاجة إلى تنظيف الآبار فيها وإعطائهم صكوك شرعية. وصدر أمر مولاي خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بأمر إلى المحكمة الشرعية وإلى وزارة الزراعة بتنظيف آبارهم وسحب الرمال عن مزارعهم، وتكليف المحكمة بإعطائهم صكوك في قراهم بحلالهم القديم. لكن للأسف لحد الآن ما صار أي شيء على هالأمر هذا ولا طبق الأمر هذا. بالنسبة كمان محتاجين إلى اللي هو الهلال الأحمر والدفاع المدني. احنا أصبحنا قرى هنا ما فيها لا دفاع مدني ولا هلال أحمر ومركز، ونبغى مركز للأمن الطرق كمان موجود عندنا هنا، ما يوجد عندنا مركز أمن الطرق. أمن الطرق تجي تستلم هنا استلام وتروح للقريات، لأن ما لهم أي مركز هنا عندنا. نبغى من المسؤولين أنهم ينبون الطلبات هذه ويمشون عليها. يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. ختام جولة اليوم معنا اليوم الأستاذ إبراهيم خان الحربي عضو مجلس البلدي في القريات. الله يحييك. الله يبارك فيك ويسلمك يا ابو. وبرك الساعات. الله يبارك فيك يا جزاك. سمعت مطالب الاهالي طبعا؟ ما في شك سمعناها، وان شاء الله باذن الله كلنا اذان صاغيه لهذه المطالب بحول الله. طبعا بدايه انا احب اني اقدم لك الشكر الجزيل على هذه المبادره الرائده الجميله استاذ احمد، التي تسلط الضوء على احتياجات قرى القريات، وهذا امر الحقيقه مهم جدا، مهم للمسؤولين لكي يرونه باذن الله تعالى. الحقيقه المجلس البلدي، انا اتكلم نيابه عن رئيس المجلس واعضاء المجلس البلدي في المحافظه، نبارك لك هذه الخطوه، نبارك لك هذه المبادره، وباذن الله تعالى سنكون داعمين لها لكي ترى النور بحول الله وقوته. بالختام باذن الله تعالى، ختاما اكرر شكري وتقديري لك، وان شاء الله باذن الله تعالى ان الله يحقق جميع الاهداف من هذه المبادره. شكرا.